السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. معلش اتأخرت عليكم شوية في موضوع النش، بس طبعا الحمام بيقلش الفترة دي. وبس احنا هنكمل النش ان شاء الله. احنا هنكمل الحلقة دي، مش محتاج ان احنا نقف في الغية، مش محتاج ان احنا نقف في الداير ونطير حمام يعني. بس عشان ما ندخلش الامور في بعضيها يعني. يعني كلامنا الحلقه دي عن النش بقى، ما احبش اخرج عن سياق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فالنش في طريقتين ان انت تجيب. يعني احنا اتكلمنا على الفصائل اللي ما اتفرجش على الحلقه او اول مره يشوفنا يعني. احنا اتكلمنا على الانواع اللي انت تقدر تستخدمها في النش، وقلنا ايه الحمامه دي بتعمل ايه، ودي مواصفاتها ايه، وامكانياتها ايه في الطيران. لان الحمام النش عامه يعني يعني ممكن اوصفه لك كده في حاجه بسيطه يعني. النش ده عامل زي فريق كوره كويس، وانت المدير الفني بتاع الفريق. يعني ايه؟ يعني انت عارف مجهود كل حمام عندك قد ايه، محدش هيعرف غيرك انت، لان انت صاحب الداير، انت صاحب الحمام، انت اللي مربيه، انت اللي مدربه، فانت حافظ كل امكانياته. ما ينفعش حد غيرك يطلع ينش يعني ايه. انت ممكن اي حد هيفتح على الحمام، هيفتح مثلا على الحمام زي كده. هو النش مش كده، مش ان انت تفتح على العيون كده وتطير الحمامتين اللي عندك، لا. النش ده محتاج دماغك انت، يعني انت عارف امكانيات حمامك، وازاي امتى تطير الحمامه دي، وامتى تحطط الحمامه، وامتى تاخد في المجال، وامتى كده. فانت المدير الفني بتاع المجال بتاعك. لكن القواعد الاساسيه اللي ما بتتغيرش في النش هي البدايات. تدريب الحمام على الطيران هي بدايه المرحله الاولى اللي انت بتستخدمها، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. اللي هي يعني ما ينفعش الطفل يتولد يمشي على طول كويس. لازم يحبي شويه، وبعد كده لازم ينقل بعد كده لحد ما يقدر يتمكن من المشي اللي هو الطبيعي العادي. كذلك الحمام برضو يعني القواعد الاساسيه بتاعته اللي هي الثابته دي مش بتتغير. ان انت تعلم الزغلولين ازاي يطلعوا يحطوا على الداير، وازاي تدشرهم كده. دي قواعد دي اساسيه، دي مش بتتغير. لكن اللي بيتغير في النش طريقه ادارتك للحمام. يعني ايه؟ يعني في مثلا عندي 10 15 فرد وزور، ما بطلعهمش كلهم اولا. ليه؟ انا عارف حمامي، كل واحد اضرب حمامه. يعني ممكن اطلع 3 4 حمامات في النش، وبعد كده سايب مثلا الباقي. فالقواعد الاساسيه في كبدايه الحمام ان انت تدرب الزغلولتين ازاي، او يتشببوا وتعلمهم ازاي على النش. دي انت ده انت سيء. دي قواعد دي اساسيه ما تتغيرش. اما بالنسبه للنش والحمام اخذ في المجال، فانت سيد قرارك، لان حتى المفروض الحمام اللي هو انت اللي بتتحكم في الحمام يعني. بس فموضوع حلقتنا النهارده بنتكلم على الزغلولين اللي هتجيبهم تعلمهم عندك في الداير، تعلمهم ازاي يطيروا. او مثلا كنت يعني هتجيبهم منين؟ يعني اجيب حمام. انا دلوقتي عندي عملت داير وعندي الامكانيات ان انا اقدر انش حمام. لان يا جماعه برضو في نقطه مهمه، انت مثلا يبقى عندك اقل حاجه مثلا 30 40 فرد حمام بيتنشوا. طبعا دول بيحتاجوا كلفه، بيحتاجوا انت ما بتاخدش منهم حاجه. هو هو يعني النش ما ينفعش تجيب لي ذكر من فوق تنزل تفرخه تقوم مطلعه تاني حاطه في الداير عشان تنشه. لا، ده الكلام ده مش ما ينفعش يعني. فانت عندك الامكانيات دلوقتي ان انت تنش. فانت عندك طريقتين هتجيب منهم الزغلول، يعني الزغلول او الشاب. عندك طريقتين. انا شخصيا بفضل الطريقه الثانيه، لان في نفس الوقت هتبقى مربحه يعني. مش والطريقه الاولانيه برضه انا هقول لك عليها، هقول لك ايجابياتها وسلبياتها. والطريقه الثانيه اللي انا بفضلها يعني هقول لك برضه عليها بامر الله. الطريقه الاولانيه وهي معتاد، يعني الناس جوا كتير قوي بتعملها. وبروح مثلا عند ابو مروان اجيب منه زغلولين كويس. بروح عند محمود اجيب منه زغلولين. بروح عند مصطفى اجيب منه زغلولين. بلم لي مثلا بتاع 30 40 حمامه عشان هعمل منهم من اولها، وهبدا بيهم ايه، ان انا افرخ يعني، قصدي اطير الحمام بتاعي عشان يبقى عندي حمام للنش. الطريقه دي انا مش بفضلها، لان انت ممكن انا جايب حمام من عند محمود، وجايب حمام من عند مصطفى، وجايب حمام من عند ابو مروان. البيئه نفسها مش واحده. بمعنى
ممكن لا قدر الله يكون انا عندي فرد تعبان، يعني مثلا انا بديه، انت جيت خدت من عند مصطفى وخدت لميت لك 30 40 زغلول حطيتهم في الداير بتاعك. مش كلهم بيطلعوا كرة، يعني مش ال 30 فرد اللي انت جايبهم زغاليل او جايبهم شبابيات مش بيطلعوا كرة، مستحيل. يعني مش ممكن يكون ال 30 فرد اللي انت جايبهم ولا 40 فرد جايبهم زغاليل دول ان يطلعوا كرة. وانت ما الذكر هو اللي بيتنش، النتايه مش بتتنش. تمام. دي اول حاجه، يعني الانتاج كله مش بتضمن ال 30 40 حمام انت جايبهم دول يطلعوا كرة. كويس. المشكله الثانيه اللي فيها انت بتدخل حمام من هنا على حمام من هنا، فبيبقى عرضه للمرض. يعني بمعنى ممكن يكون الحمام اللي انت واخده من عند ابو مرام كويس، الحمام اللي واخده من عند مصطفى كويس، الحمام اللي عنده واخده من عند محمود كويس. مثلا خدت حمام من عند خالد فيهم فرد او اثنين لا قدر الله عندهم مرض، حطيتهم في وسط ال 40 حمام اللي انت جايبه، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان المرض بيتنقل لبقيه القطيع، ده اوتوماتيك، يعني ده طبيعي. خاصه ان الشاب او الزغلول بيبقى المناعه بتاعته بتبقى ضعيفه، مش زي الحمام الكبير. يعني ممكن تديله باب وتعالجه ويخف، لا ده بتبقى مناعته ضعيفه، فسهل ان المرض ينتشر. حتى لو انت جايب الحمام سليم، يعني مش شرط تكون جايب الحمام في حاجه عيانه وانت تاخد بالك منها، لا. ممكن يكون الحمام قدامك شكله كويس وسليم، وبص مره واحده تلاقي ايه، فرد نقل فرد نقل لفرد. فال 30 40 حمام اللي انت جايبهم ما بيبقوش يعني بيبقوا عرضه للمرض. دي تاني حاجه. تالت حاجه برضو يعني ممكن نوضحها. ال 30 40 حمام اللي انا جبتهم دول، هفرض مثلا ان هيطلع منهم 10 نوتي. تمام. هفرض ان مفيش، ان مثلا ايه، يعني مش كلهم طلعوا، في كمان حمامه ماتت، كام زغلوله وقعت كده يعني. فانا دلوقتي ما عنديش بديل، هضطر ان انا اجيب زغاليل تاني واجيب حمام تاني، ابدا معاه من الصفر. يعني ابدا معاه من بدايه المرحله، ان انا ابدا اكلفه، يبدا مثلا يشد حيله، بقى زغلول بقى شاب، ابدا معاه بقى ادشره وابدا احفظه الباب، فهترجع تعيد نفس الكره من البدايه. تمام. فده عيب المرحله، ده عيب ان انت تجمع زغاليل من بره او تشتري حمام من بره. طبعا انا ما بقولكش لا ما تجيبش، بس ايه، انا بقولك دي انا شايف دي عيوبها. زائد ان ما فيش من وراها انتاج، يعني ما فيش من وراها ربح. النش، يعني الناس اللي النش ما فيش النش دي هوايه جميله جدا، وزي ما قلنا اللي ما نشش ما غواش. بس انا عايزك تكسب من الحمام، يعني انا عايزك تكسب من الحمام. انت لو ما كسبتش من الحمام مش هتستمر. يعني لو ما فيش دخل، يعني سيبك ان هي هوايه، لو ما فيش دخل من الحمام مش هتقدر تستمر الفتره. يعني كبيرك سنه 2 3 تبص تلاقي، وده بيحصل مع ناس جواها كتير، يقول لك لا ده انا صفيت الحمام مش جايب همه، الحمام مش عارف ايه، دي الكلفه غاليه ده. لا، فان شاء الله انا عايزك تكسب وتبقى يعني ايه، لان حتى لو هو اي غاوي كبير لازم بيكسب من الحمام، لانه لو ما كسبش مش هيستمر. هو اكيد طبعا بتبقى في شويه عراقيل كده بتقابلك في الطريق، بس ايه يعني ان شاء الله هنتغلب عليها مع بعض بامر الله، لان احنا بنجهز فيديوهات تانية اسمها ان شاء الله، يعني هنسمي مجموعه حلقات كده كيف تربح اموال من الحمام يعني. بس هنبدأ مع بعض ان شاء الله بطريقه علميه وسليمه، يعني عشان المهم الطريقه الثانيه، معلش اسف عشان ما ندخلش الامور في بعضيها. الطريقه الثانيه ان انت يبقى عندك سلاكه تفرخ فيها حمام عشان تحطه تنش، ودي أأمن طريقه واسهل طريقه وفي نفس الوقت مربحه. بالفرض مثلا دلوقتي الحمد لله احنا عندنا العشه بتاعتنا هي السلاكه، في مثلا عندنا 30 قص. السلاكه الثانيه اللي عند محمود برضو فيها مثلا حوالي مثلا 20 30 قص برضو. مصطفى نفس النظام. فانت بتفرخ حمام، فانت كده انت عندك انتاج. بالفرض مثلا انا فرخت مثلا عندي، قلت مثلا الانتاج بتاعي الشهر ده كله هاخده هعمل بيه اولا. يعني مثلا ربنا كرمنا مثلا من الشهر ده الموسم ده، قلنا لا احنا الانتاج بتاعنا هنعمل بيه اولا للحمام. كويس. فانا مثلا عندي 30 40 قص مثلا خدتهم فرختهم، بقى عندي 60 زغلول مثلا، هيتحطوا في الداير، هتدشروا مع الحمام. النوتي يعني مثلا انا طلع عندي نوتي، يعني نفس المشكله اللي كنا بنقولها في الاول،
انا عندي نوتي دلوقتي هعمل فيها ايه؟ لو انا بفرخ عندي نوتي بفرخ، بقوم واخد النوتي من فوق من السلاكه، اقوم حاططها من الدايره، اقوم حاططها فين؟ في السلاكه. انا كده ما خسرتش حاجه، بالعكس النتايه بتبقى مهمه جدا بالنسبه للسلاكه او للي بيفرخ. تاني حاجة، لا قدر الله في زغلول وقع، زغلول اتنطر، زغلول جراله حاجة، أنا مش هزعل عليه لأني أنا مش هشتري تاني. أنا مش هشتري تاني. أنا زغلول وقع بقوم شايل الزغلول من السلاكة حاطه مكانه. يعني إيه، مش بتعب في حاجة يعني. مش زغلول مثلا جايبه، أنت هتجيب مثلا الحمام بتاع النش الفرد مثلا هتجيبه بيبدأ مثلا 30-40 جنيه الفرد، مش هيزعلني في حاجة لو أنا طلعت كل أسبوعين طلعت 3-4 حتت رميتهم في السلاكة. فالزغلول اللي بيتفرخ في المكان اللي انت بتنش فيه بيبقى اقوى واجمد وصحته يعني المكان نفسه خلاص الزغلول طالع متاقلم، ان هو اول ما يطلع لبه متاقلم على الجو اللي هو موجود فيه. يعني مش هيحتاج مجهود مثلا ان انت يعني ايه، يعني بيبقى عنده مناعه. يعني الجو بتاعه المناخ هو المناخ ما اتغيرش بالنسبه له. المناخ وهو لبه لحد ما انت طلعته السلاكه وشبكته مش عارف ايه والكلام ده كله، المناخ بالنسبه للحمامه اللي طالعه عندك دي هو مفيش فيه اي مشاكل. خلاف ما تجيبه من عند حد، فلا قدر الله زغلول وقع منك ولا شاب وقع منك ولا كلام زي كده، فطالما انت عندك حمام بتفرخه مش هيزعلك في حاجه. هتطلعه السلاكه، هتحط مكانه، عايز تحط بدل ما تحط فرد مثلا تحط 2-3 مش هيزعلوك في حاجه. ده بالنسبه للنش. الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها الجزء الثاني للنش. يا رب المعلومات تكون افادتكم. تاني برضو هنعيد الكلام، الزغلولين الحمام عندك اللي انت هتنشه تقدر تجيبه من يعني في طريقتين تجيب منهم الحمام اللي انت هتنشه. اما ان انت تشتري حمام من بره شبابيات وزغاليل وكلام زي كده، وده طبعا بيبقى خطر شويه لانك انت بتدخل حمام مش بيئته ومش مجاله، فبيبقى عرضه للامراض. الطريقه الثانيه ان انت مثلا يكون عندك على الاقل 10 اسوس. لو هتفرخ على الاقل 10 اسوس هتجيبهم، هتبص هتلاقي يعني سي مثلا انت هتفرخ ال10 اسوس دول لمده شهرين او 3 اشهر، هيبقى عندك منهم 20 زغلول على الاقل. يعني انا هنفترض ان انت طلعت من كلهم خلال الشهرين من كل جوز طلعت منه قص واحد، بقى عندك 20 زغلول تقدر تشبههم. حتى لو طلع منهم نوتي هتنزلهم تفرخ النوتي وهتطلع مكانهم تاني الكرة. فانا شايف ان الطريقه دي افضل، واتمنى اكون افدتكم. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. ان شاء الله مكملين فيديوهات تاني معاكم يعني، بس سامحوني على التاخير ده لان انا اغلبيه وقتي سفر ومسافر بين اسوان والقاهره. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هنكمل معاكم الفيديوهات اللي جايه. هنتكلم الموسم ده ان شاء الله نلاقوا. هوريكم برضو كام فيديو كده. احنا اخترنا الحمام بعد ما الموسم خلص، اخترنا شويه حمام من اللي احنا فرخناه والحمام بتاعنا ده اللي هو هيتفرخ. اما الزيادات دي احنا هنطلعها طبعا يعني هتتباع. حبايبنا طبعا كتير الحمد لله بفضل الله بيجوا ياخدوا الحمامتين. هنوريكم بنلاقي الحمامتين ازاي على بعض في بدايه الموسم. بعد ما خلصت الحلقه بتاعت اللقو ان شاء الله رب العالمين هنتكلم في الموضوع اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو كيف تربح اموال من تربيه الحمام. دي هتبقى سلسله حلقات طبعا. اللي يحب يشاركنا يا ريت اكتب لنا تعليق، واحنا ان شاء الله ممكن نروح نصور عنده مفيش اي مشاكل. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.